انا مضايقني حاجه واحده. هما ليه اه. بيقولوا علينا اللي احنا سحتجيه وحراميه؟ مش عيب؟ والله العظيم انا بعت ذهب وخدت شقه ب25,000 بخليه ورجل. وبيني وما بين صاحب البيت كل خير وكل موده وكل رحمه وكل جيره طيبه، وعمري ما شفت منه حاجه وحشه. وراجل محترم وراجل صعيدي وراجل كويس. بس احنا من يوم ما عملوا رئيس الوزراء اتكلم، وبقت النظرات منه ومني بقتش حلوه، يعني بقينا نبص لبعض بطريقه، مع ان بنقعد نشرب شاي مع بعض، بس بقى يعني الموضوع بقى بايخ بصراحة. يعني بقى بايخ في القلوب كده، بس ما فيش حاجة الحمد لله حصلت بيني وما بينه. بس ليه عملتوا ضغينة بيننا وما بين جيراننا وحبايبنا؟ واحنا منطقة شعبية وبنحب بعض وبنود والله والله يعتبروا مربيين بيتي. اقسم بالله انا بنتي يعني مخلصة حقوق، يعني اتخرجت. هم اللي مم. مربيينها وانا بحبهم وبعزهم وناس محترمه. ليه بيخلوا بيننا وما بين الناس ضغينه؟ احنا في الاخر هنموت وهنسيب الشقه دي كلها، مش هنقعد فيها. والله هنسيبها اساسا. عيب عيب عيب. انا زعلان 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 على العشره، ان هم يتسببوا في شرخ بيننا وما بين جيراننا. ليه؟ اتقوا الله، حرام عليكم. دي اخر حاجه، الجيره ديت اللي بيننا وما بين الناس. ما يصحش. عيب. انتوا قسمتوا الوطن. والله العظيم انتوا قسمتوا الوطن وقطعتوه. انتوا ما فيش فيكم واحد رشيد، ما فيش واحد بيفهم. هو يعني اما يطلع رئيس وزراء راجل دكتور كبير يقول كلمتين زي دول، وبعد 5 سنين الناس تمشي؟ انت منتظر ايه يعني؟ يعني انت منتظره؟ يعني انا مش فاهم هو ايه قلة الذوق دي. ايه اللي انتوا كرهتونا ليه؟ عشان احنا فقراء؟ مش عايزين فقراء في البلد انتوا يعني ولا ايه؟ واحنا انتوا لو بلد عدلة وبتعرفوا تحكموا وبتعرفوا تعملوا مشاريع، ما كان بقى عندنا تمليك يا سيدي. ما انتوا اللي فقر وجبتوا لنا الفقر. يا حول الله يا رب. احنا شغالين بس ما تغنيناش عشان انتوا فقرتونا. كل ما نحوشه 10 جنيه اللي هو بقت ربع جنيه، نحوشه الربع جنيه اللي هو بقى 5 ساخ. هو ايه حكايتكم معانا انتوا حد مسلطكم علينا؟ اليهودي بيبنوا له مستوطنات وبيعملوا له، بيحافظوا على صحته. انتوا اللي بتبنوا لنا وكل حاجه جايبينها، حتى العلاج بيطلع عنا عبال ما نتعالجوا. الادويه بنجيبوها على حسابنا، وكلها تمثيليات وكلها اونطه. هو في ايه بالظبط؟ اتقوا الله فينا شويه يا جماعه. والله العظيم الدنيا متفتة باللي فيها كلها. لا مستاجر هياخد ولا ملك هياخد، اقسم بالله. الحكومة عملت شرخ فعلا في جدار الوطن بين المالك والمستأجر، ولازم يصحوا لها لأن دي حاجة خطيرة. ليكي وكل سنه وحضرتك طيبه. وعايزين يبقى عيد علينا كويس، ما يبقاش عيد فيه مشاكل ولا فيه ضغينه بيننا وما بين حد. لان احنا اساسا والله ما حد هياخد حاجه معاه في الاخر. في حتت عاليه قوي ومش شايفيننا، يعني بصراحه ما فيش حد شايفنا. وانا منتظر يعني بصراحه انا منتظر ان يعني سياده الرئيس السيسي يطلع ينصر الغلابه بقى. اطلع اقف مع الناس الغلابه اللي كافحت وطلع عينها عبال ما جابت حق شقه ايجار قديم، دي ما جابتش تمليك. اطلع يعني انا نفسي يبقى في رد من السيد الرئيس بصراحه، لان دي مهزله دي. انت الاب الكبير اللي لمم الوطن ده كله، اطلع قول لا يا جماعه. ما ينفعش الكلام ده. مفيش حاجه، مفيش حد لو طلع قال مفيش حد هيطلع من بيته هيبقى عنده شعبيه وعنده، وهنحبه بزياده. احنا بنحبه بس هنحبه اكتر. لكن انا لما ابقى مظلوم وشايفني اللي انا مظلوم، وانا انا الفقير، انا الحته الواطيه. يعني انا ما عنديش تمليك، هو صاحب البيت هو صاحب البيت، انا ما اقدرش اقول له انت مش صاحب البيت. لا انا ساكن عنده برضه. وفي يوم من الايام هسيب له الشقه اصلا، لان هي دي شقته وده حقه وده بيته. هو معايا تمليك ليه ما اجيبش تمليك؟ يعني هو انا غاوي فقر؟ يعني ده اللي معاه فلوس بيروح يبقى يجيب في مارينا ويعمل البوبه ويتعالج بره ويعلم عياله في كليات خاصه. انتوا ماسكيننا بس معلمين عيالكم كلها بره. انتوا ماسكيننا، ولما بيجي لكم برضه بتروحوا تتعالجوا في فرنسا وفي المانيا وفي لندن. انا شغال في السياحه وفاهم كل حاجه وبشوف قدام عيني يعني. كل اللي يعني انا بشوف حاجات وبعرف حاجات ما فيش حد يعرفها. انا منطقه شعبيه بس انا عارف كل حاجه. مفيش حد يعرف يعني ايه بوبه الا الناس المتعلمه، يعني الا الناس اللي هي اللي فاهمه. البوبه دي بتدفع عليها كام حضرتك كل سنه؟ بقى قول لي، طمني على الدولارات اللي بتبعتها في البوبه اللي بتتعالج فيها. إيه يا جماعه؟ ده احنا التامين الصحي مش عارفين نخشوه. انا راجل ما عنديش تامين، هنفضل شغال وساكن في شقه ايجار ومفيش معاش. ولو معاش هيبقى صغير بنكبره وبنتسوله. انتوا بتعملوا مننا ارهابيين والله. لما واحد يبقى معهوش فلوس ويجي واحد يقول له اعمل كده واديك كده، ما هيعمل. الجوع كافر. اللي ما جربش الجوع ما يقولش الجوع اصبر. ضحكتوا علينا بالدين. الدين ضحكتوا علينا بيه، قلت الفقر مش عيب. لا الفقر عيب.
ما تقوليش الفقر مش عيب، الفقر عيب. سيدنا علي قال لو ان الفقر الرجل اللي قتلته. انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله اسيب الشقه، اسيبها دلوقتي كمان، بس بشرط حضرتك تطلعني من شقتي توديني شقه بس. ولا نزعله جيراننا ولا نزعله حبايبنا، دي ناس حبايبنا عشره، في ما بيننا عيش وملح، ما يصحش. ده ممكن جاري ده اللي هو صاحب البيت ده احسن من اخويا، واقرب لي من اخويا، وانا اقرب له من ابنه. هو تعب انا اجري بيه، ابنه عبال ما يجي له انا اكون انا وديته المستشفى او جبت له علاج. انت استفدتوا ايه لما كرهتونا في بعض؟ هات لي شقه يا باشا، وانا حضرتك انزل عفشي واسيب هديه كمان لصاحب البيت جوه الشقه من حاجتي عشان انا بحبه، هو اديني شقه. لكن ما تقوليش بقى اقدم في الالكترونيه، البوابه الالكترونيه. هو